السلام عليكم مشاهدينا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الظروف يا ربي. اليوم ان شاء الله بحول الله كما كتشوفوا معايا جيتكم بواحد الوصفه جد رائعه للشعر اللي كيطيح بزاف. الهيجان الشعر اللي بغى يعمر الشعر ديالو، بغى يطولوا، هذه الوصفه هذه اكيد غادي تنفعكم 100%. وما تنسونيش بواحد لي لايك وضغطوا على الزر الاحمر باش توصلوا بالجديد، وبلي لايك ديالكم، وكنتمنى لكم التوفيق جميعا ان شاء الله بحول الله. ودابا كما كتشوف معايا غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ هنايا واحد الكاس ديال الماكينه ياك. واول مكون عندي هو المعدنوس كما كتشوف معايا، يعني خديت منه واحد القبيطه ديال المعدنوس، يعني غير المعدنوس بوحدو، ما يكونش قزبر، غير المعدنوس بوحدو اللي غادي نديرو في الكاس. غنحاول نقطعو شويه على هذا الشكل هذا، يعني باش يطحن لينا هذاك الماء ديالو على هذا الشكل هذا. وثاني مكون هو البصله الحمراء، هانتوما كما كتشوفوا معايا البصله حمراء، يعني انا خديت هاد البصله هذه على هذا القياس هذا. الا كانت عندكم صغار من هذه يمكن لكم ديروا جوج. المهم هانتوما كما كتشوفوا معايا، وصدقوني هاد الوصفه راها خطيره كما قلت لكم بالنسبه لتساقط الشعر، اللي عنده شعره خفيف ليه بزاف، يعني عنده دوك فراغات بزاف في راسو. نقطع هاد البصله على هذا الشكل هذا. كذلك كتعمر الشعر هاد الوصفه هذه، كطولو ويعني وكتعطي واحد النعومه زوينه. يعني ما نكذبش عليكم، هاد الوصفه هذه بالتجريب ديروها اكيد غادي تلقاو عليها واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. يعني ما حاولوا هاد الوصفه هذه حاولوا تجربوها، يعني صدقوني والله حتى زعما انا جربتها وسمحوا لي انا كنتعطل عليكم، حيت كنبغي زعما يعني حتى نجرب الحاجه عاد غادا نحطها، يعني ما كنبغيش غير نجي نهز ولا سميتو. يعني انا جربتها ولقيت عليها واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. غير جربوها صدقوني غادي تلقاو عليها واحد النتيجه زوينه. درنا المكون الثاني، درنا هنايا المعدنوس وبصله كما قلت لكم تكون حمراء. وكذلك المكون الثالث هما عندي هنايا واحد 5 ضريسات ديال الثوم حتى هي تكون الثومه الحمراء. يعني وبالنسبه للريحه، حيت كان اللي كيخاف من الريحه وسميتو غاديروها. ومنين تغسلوا شعركم يعني غادي ديروا داك البلسم ديال الشعر، واكيد ما غاديش تبقى فيكم الريحه، يعني راه كتحيد الريحه. بنادم يغسل بشابان ديالو اللي كيغسل به ديما ويدير البلسم ولا يشوف يعني اشنو كيدير هويا، واكيد الريحه ما غاديش تبقى على ضمانتي. ونقطع هذوك 5 ضريسات ديال الثوم نديرهم حتى همايا. يعني الوصفات الطبيعيه احسن، ماشي بحال هذوك يعني الوصفات ديال يعني بحال هذا اللي كنشريو ما عرفناش واش كيتصاوبش. اكيد وصفه طبيعيه من الاحسن. يعني يمكن لكم ديروها 2 مرات حتى 3 مرات في السيمانه. المهم بقيت في المغرب تدوشوا، يمكن لكم ديروها من قبل من ما تبغيو تدوشوا بساعه. انا درت دابا هذيك الثومه، وهنايا عندي الكاس، يعني راه بحال الكاس ديال العنبه كما كنشوفوا معنا. نتوما كتشوفوا معايا هذا الكاس هذا راه كيشبه القياس ديال العنبه، بحال ديال العنبه. غادي ندير كاس ديال الماء، نتوما كما كتشوفوا غادي ندير غير النص ديالو صافي، والنص الاخر غادي نخليه حتى نطحن هاد المكونات هذه باش باش هذوك المكونات ما يبقاوش يدوروا لينا في الماء خفيف. ملي كتكون شي حاجه ثقيله في الماكينه كطحن لينا سهل من اذا كانت خفيفه. دابا غادي نطحنوا هاد المكونات هادو كاملين وغادي نطحنهم وغادي نرجع لكم باش ما نديرش لكم الصداع في فيديو.
وهانتوما مشاهدينا من بعد ما طحنتو كما كتشوفوا معايا، دابا غادي نزيد عليه هذاك النص اللي بقى ديال الماء، وغنعاود نطحنو وغنرجع لكم. وهانتوما مشاهدينا من بعد ما طحنتو، هانتوما كما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل هذا. صراحه على مزينات وكيبان ماشي البصله اللي حاره نكون شربتها. صافي دابا غادي نصفيه ونعاود نرجع لكم عاوتاني. وهانتوما مشاهدينا من بعد ما صفيتو حيت منه هاد التخت هذا كما كتشوفوا معايا. هانتوما هو هذا كيفاش كيجي، صدقوني غير جربوه واكيد غادي يعطيكم واحد النتيجه زوينه. كما قلت لكم ديروه 2 مرات حتى 3 مرات في السيمانه. المهم حتى فين ما بغيتو تدوشوا ولا بغيتو تغسلوا شعركم ديروا تقريبا بحال هكاك ديك ساعه عاد تدخلوا تدوشوا. وبالنسبه للريحه كما قلت لكم يعني كديروا اصلا غير كتغسلي بشابون صافي ما كتبقاش ديك الريحه. يعني واخا تكون الريحه يعني ماشي شي ريحه اللي هي مجهده. وكنتمنى هذه الوصفه هذه تعجبكم. سمحوا لي نقطع على حسب يعني راه كتعرفوا الفوائد ديال البصله على الشعر، ولا كذلك ديال الثومه راه عندهم فوائد كثار بالنسبه اللي شعره كيطيح، اللي عنده الفراغات في شعره، الانتصال المبكر، يعني اللي بغى يطول شعره، اللي بغى يعمره. يعني هاد الوصفه هذه راه جد ممتازه، غادي تنفعكم بزاف بزاف بزاف. ومكونات بساطين يعني ماشي شي حاجه، يعني كلشي متوفر عندنا في الدار، حتى شي حاجه ما غاديش نوحلو فيها. وكنتمنى تجربوها، اكيد غادي تلقاو عليها واحد النتيجه اللي هي زوينه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك وتضغطوا على الزر الاحمر باش توصلوا بالجديد، وديروا لي واحد الكومونتير اللي يكون زوين بحال وجهكم، ولا فيديو شي واحد اخر ان شاء الله يا ربي. بالنسبه للاستعمال ديالها راه استعمال ساهل، كنشدوها كنهزو بحال هكا بصباعنا، يعني كنحاولوا نديرو في الفروه ديال الراس على الجلد، يعني نحاول نديرو ليه واحد المساج بحال هكذا، ولا كنديروه في ديك الرشاشه وكذلك، وكنبداو نرشو وكنماسيو حتى كيدخل لينا مع الجلده ومع كلشي. وكذلك كنديروه في الزغبه وفي الريوس في الراس ديال الشعر حتى هويا. يعني نحاولوا نفزقوا شعرنا كامل من يعني ماشي نديرو غير في الجلده ديال الراس ونخليو الزغبه، ولا يعني نحاولوا نديروه في الجلده ونديروه في الشعر، نديروه في يعني نحاولوا ندهنوا به شعرنا كامل نفزقوه صافي. ونديروا شي ميكا بحال هكذا، شي بلاستيكه صافي، ونديروا عليه شي زيف المهم وصافي، نخليوه حتى نبغي نغسلوه صافي كنغسلوه عادي. يعني طريقه اللي هي سهله بزاف بزاف وبسيطه. وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله بحول الله، والى فيديو واحد اخر ان شاء الله.